انا الراجل ده اشتغلت معاه 6 شهور خارج ميلانو، بكره بعده الفلوس ما دخلتش، الفلوس مش عارف ايه. يا يعني عم اداك فلوس خالص طول ال6 شهور دول؟ لا، 3 شهور الاولين كان مديني حسابي فيهم، انما في ال3 التانيين ما ادينيش حسابي فيهم. ما كانش معاك عقد معاه؟ كده عمل لي عقد بشهرين وانتهى، كلموه في التجديد، طب بكره بعده بكره بعده، طب بعد كده اللي كان ادينا مصاريف 100 يورو 150 يورو تمشي بهم حالك. طب ايه السبب يعني ان هو يعمل معاك ما كده؟ ما تعرفش، في احنا كنا 4 تنفار في الشغلانه دي خارج ميلانو. وانتوا الاربعه اتنصب عليكم؟ احنا ال4 اتنصب علينا، ولسه احنا اول امبارح كنا جايين من عند المحضر بتاع الكاس اللي كانوا واخديني من المكان اللي انا قاعد فيه عشان يكملوا اجراءات المحضر. هو ليه وصلها لكده؟ هي ناس عرقانه وضالع عين، احنا نمنا بتاعنا والراجل بتاع المنصوره ده بتاع 6 ايام في الكانتيره وسايبنا من غير فلوس. طب هو ليه راح يا فين ابني؟ بقى؟ هو موجود هنا في ميلانو. هو عارف مكانه ولا مش عارف مكانه؟ لا ما عرفش مكانه. هو ما معكش رقم تليفون ولا اي حاجه؟ معايا رقم تليفون يا عم ما يردش علينا، ده اللي قاعدين في البلد هنا معاه الجنسيه الايطاليه، هو متجوز ايطاليه واموره طيبه يعني. طب ليه؟ الراجل لسه جاي ماليش 10 شهور هنا في ايطاليا. الواحد يرى مش عارف كيف هينام هو، ولا كيف هيجي له نوم واكل عرق ناس، ما عارفش كيف هيبلع اللقمه هو، اقسم بالله ما عارف ازاي. يا ريت حسبي الله ونعم الوكيل. كلمتوش معاه ليه؟ ما رحتش قلت له يا فين عم الفلوس؟ اتكلمنا معاه كل يوم التاني، بكره بعده بكره بعده، بعد ما لقوا الشهر راح قال لنا سيبوا السكن اجي اخدكم. سيبنا السكن. طب انت مالكش سكن هنا في ميلانو، هتروح فين؟ وعملتوا ايه؟ طلعنا فوق الكانتيرا وعملنا مشكله وعملنا حوار، جت لنا الكاس هيدله والسندكاتا وخدونا بصراحه بتوع الشرطه، قعدونا في اوتيل، قالوا عايز تقعد معانا براحتك، عايز انت تنزل ميلانو براحتك، بس وقت ما نحتاجوك تجينا عشان اجراءات المحضر.